مشكله قابلتني على بيج في السوشيال ميديا بدون ذكر اسماء. واحده كانت عايزه تاخد راي الناس في مشكله شخصيه بينها وبين جوزها، والموضوع كان مصيري، وبتسال الناس اكمل معاه ولا اتطلق. وبعد ما اتسحلت في المشكله وقعدت اقرا الكومنتات، دماغي افتكرت ايام زمان، ايام قعده شله النادي والطنطات اللي بتتجمع ويقعدوا يتكلموا عن حياتهم وحياه غيرهم. حسيت ان القعده دي اتعمل لها ابجريد عشان تليق على التطور اللي احنا فيه، وتحولت لانونيمس بوست. ودلوقتي بضغطه زرار بتدخلي بيوت الناس وتشوفيها على السوشيال ميديا وتفاصيل حياتهم من اول ما يصحوا لحد ما يناموا. تلاقي واحده عندها مشكله مع جوزها تدخل تكتب في راجل بينور الست وراجل بيطفيها، وكل الناس عارفه ان انت متجوزه واكيد تقصدي جوزك، فبتبقى واضحه قوي مش شيء. ده مش بس كده، ده في ناس بتاخد نصايح ومصايرها من اوراق الطاروت، والاوراق تقول لها ازاي تتعاملي مع جوزك، وده توأم روحك ولا توأم شعله. حتى المشاكل الدينيه بقت بتدخل تاخد راي الناس. طب دار الافتاء راحت فين؟ متخيله احنا وصلنا لغايه فين؟ من ناس كانت بتقول وطي صوتك الحيطان ليها ودان، لناس عارضه حياتها كلها بابليك. حياتك انت جوزك مش مسلسل تركي عشان تتعرض على السوشيال ميديا وتبقى من السبت للاربعاء الساعه 9 بتوقيت القاهره. دايما بقول اللي جوه الناس مخيف، فليه بقى تخلي ناس ما تعرفيهاش هي اللي ترتب لك حياتك؟ وتعرفي منين هي هتفيدك ولا هتضرك اصلا؟ خدي النصيحه من اماكنها المظبوطه، وخلي السوشيال ميديا بعيده عن حياتك واسرار بيتك. قولي لي بقى في الكومنتس ايه رايك في الناس اللي بتكتب مشاكلها على السوشيال ميديا؟